وصل الايفون الجديد ايفون 14 برو ماكس، اقوى ما انتجت ابل حتى الان. اليوم نقدم لكم مراجعتنا الشاملة لهاتف ابل الاقوى على الاطلاق حتى صدور هذه الحلقة، ايفون 14 برو ماكس بموضوعية وبعد التجربة. فماذا قدمت ابل في هاتفها الرائد الجديد؟ هيا بنا نبدأ بخامة التصنيع، حيث يأتي هيكل الهاتف من الزجاج الأمامي مدعم بغطاء من السيراميك يمنح الشاشة متانة عالية، وظهر محمي بزجاج تقول أبل إنه الأقوى في السوق. الإطار المحيط بهيكل الجهاز من الستانلس ستيل المسطح، ويتصل بزاوية قائمة مع الشاشة، ما يعطي الجهاز مظهرا فخما لكن يجعل مسكته غير مريحة نوعا ما عند حمله لفترة طويلة. مقابل ذلك نجد زوايا الهاتف دائرية غير حادة. الهاتف يدعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، هذا يضمن صموده تحت الماء حتى عمق 6 أمتار لمدة نصف ساعة. ننتقل للغة التصميم، حيث قررت أبل أخيرا تغيير شكل الواجهة الأمامية. الشاشة ما زالت مسطحة دون انحناءات، مع إطار أسود متناسق يحيط بها بسماكة أقل من نسخة العام الماضي. التغيير تمثل في التخلي عن النوتش الشهير في الإصدارات السابقة، وحل مكانه ثقب طويل على شكل كبسولة أطلقت عليه أبل اسم دايناميك آيلاند أو الجزيرة الديناميكية، وتضم الكاميرا الأمامية ومستشعرات الضوء وحساسات التعرف على الوجه، وتمنح قدرات تفاعلية مميزة سنتحدث عنها لاحقا. ومن الخلف نجد ظهر الهاتف مطفيا قليل اللمعان، ما يمنع بروز بصمات الأصابع، والشيء الأبرز هو تلك النافذة الكبيرة أعلى اليسار، والتي تعد أكبر نافذة كاميرات في أي هاتف آيفون على الإطلاق، وتحتوي عدسات الكاميرا والفلاش وحساس لايدر. النافذة بارزة بشكل واضح وكبير عن ظهر الهاتف من خلال مرحلتين. البروز الأول عبارة عن طبقة مربعة تحتوي العدسات، والمرحلة الثانية تمثل بروز العدسات نفسها. وإذا وضعنا الهاتف على ظهره على جسم مسطح مثل الطاولة سيكون مائلا بسبب بروز الكاميرات. على يمين الهاتف نجد زر الطاقة، وعلى اليسار هناك أزرار خفض ورفع الصوت، بالإضافة إلى محول وضعية الصامت. هناك أيضا منفذ تركيب شريحة الاتصال، ومن أسفل هناك مدخل لايتنينج في المنتصف، وعلى جانبيه مكبرات صوت مع ميكروفونات. أبعاد الجهاز جاءت على النحو التالي: حجم الهاتف مناسب مقارنة مع منافسيه، وأصغر بقليل من هاتف آيفون 13 برو ماكس السابق، لكن وزنه ما زال ثقيلا نسبيا. وبشكل عام تجربة مسك الهاتف تعطيك شعور الفخامة، لكن الإطار الحاد والوزن الثقيل يجعل مسك الهاتف مزعجا بعد مدة طويلة. لكن هذا لا ينفي فكرة أناقة الهاتف من حيث الشكل وخامة التصنيع. الشاشة والصوت، يأتي آيفون 14 برو ماكس بشاشة ممتازة من حيث المواصفات، كما كان الحال في آيفون 13 برو ماكس. اللوحة من نوع OLED تسميها أبل سوبر ريتينا XDR، تتمتع بسطوع عال وألوان مشبعة، وتدعم البعد الديناميكي العالي HDR. مقاس الشاشة 6.7 إنش، ودقتها تقارب كواد HD بلس بكثافة 460 بكسل لكل إنش، كما تدعم معدل تحديث يصل ل 120 هرتز يتغير حسب الاستخدام عبر تقنية بروموشن، وهذا يضمن صمود البطارية لفترة أطول. تجربة الشاشة من حيث عرض المحتوى لا غبار عليها، الألوان جذابة ورائعة، وسرعة التحديث منحت سلاسة كبيرة. تميزت الشاشة هذه السنة أنها تقدم أفضل سطوع بين جميع الهواتف الذكية بسطوع أقصى يصل ل 2000 شمعة، وهذا ما لاحظناه بشكل واضح عند استخدام الهاتف تحت أشعة الشمس في الخارج. الشاشة أيضا أصبحت تدعم ميزة Always on Display لعرض المحتوى على الشاشة أثناء ترك الهاتف جانبا، لكنها تعمل بطريقة مختلفة عن أجهزة الأندرويد، حيث تقوم الشاشة بتخفيف سطوع شاشة القفل، حيث يتم عرض الخلفية والساعة وبقية الويدجتس بشكل باهت، وتعمل على سرعة تحديث 1 هرتز. الطريقة جميلة وعملية، لكنها للأسف قللت من عمر البطارية بشكل كبير. ومن الشاشة ننتقل للصوت، حيث يأتي الهاتف بسماعات السيري وتدعم تقنية دولبي أتموس، تعمل من خلال مكبر صوت في الأسفل مع سماعة المكالمات في الأعلى. يمكن القول أن الصوت مميز هنا من حيث الوضوح والقوة وتوازن السماعات، وأعطانا تجربة ممتعة وأفضل بشكل ملحوظ من هاتف آيفون 13 برو ماكس. والجدير بالذكر أنه لا يمكن توصيل سماعات سلكية عبر مدخل 3.5 ملم. الأداء، في جولة الأداء تبرع أبل دائما في تقديم السرعة والسلاسة اللازمة لتشغيل الهاتف على أكمل وجه. الهاتف يأتي بمعالج A16 بايونيك الأحدث من الشركة، وهو ثلاثي النواة بمعمارية 4 نانومتر أيضا، وقدم أداء قويا للغاية.
وتفتخر أبل بالأرقام التي توصلت إليها في معاينة الأداء وكسر السرعة. الجهاز مرفق ب6 جيجا بايت من الرام، ونظام تشغيل هو iOS 16 الجديد، ويوفر الهاتف نظام خيارات سعة التخزين كما في الهاتف العام الماضي 128 و256 و512 جيجا بايت و1 تيرا بايت، ولكنه لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية. ومن خلال تجربتنا وجدنا أداء الهاتف سلسا ومستقرا، التنقل بين القوائم كان سلسا وجيدا للغاية، وسيقدم لك الهاتف تجربة رائعة لكافة الاستخدامات سواء التصفح أو اللعب أو العمل والإنتاج. أداء الهاتف في الألعاب كان قويا للغاية، ويمكن أن نعتبره ضمن الأفضل. ويحسب لأبل أيضا التوافق الكبير بين النظام والعتاد، وهذا يمنح الآيفون سرعة وسلاسة كبيرة في الأداء. وأمامكم نتائج اختبارات كسر السرعة على مختلف المنصات، ونشاهد أن الهاتف حقق أرقاما عالية للغاية. النظام: يعمل الهاتف بنظام iOS 16 الجديد من أبل، والذي جاء بتحديثات مهمة أهمها الإضافات لشاشة القفل، حيث تم إضافة العديد من قدرات التخصيص وإضافة أدوات سريعة ويدجتس لتسهيل الوصول، وإمكانية تكوين شاشات قفل متعددة، وأصبحت الإشعارات تظهر في الأسفل حتى لا تغطي صورة شاشة القفل. يمكن أيضا تخصيص شاشة قفل لكل وضع استخدام معين عبر ميزة فوكس مثل العمل أو المنزل أو النوم وغيرها، وسيقوم النظام بربط التطبيقات والأدوات المناسبة حسب الاستخدام. يحمل النظام أيضا تحسينات مهمة على تطبيق المحادثات وخدمة النص الحي لايف تكست التي تستخرج النصوص من الصور. بشكل عام قدم iOS 16 تجربة جيدة، لكن لاحظنا نفاذ البطارية بشكل أسرع بعد التحديث، وهذا ما قامت أبل بحله من خلال إصدار تحديث فرعي جديد. وبعيدا عن النظام الجديد، أطلقت أبل مع الآيفون الجديد وظائف تفاعلية تقدمها الجزيرة الديناميكية دايناميك آيلاند من خلال البرمجيات مثل تلقي الإشعارات والمكالمات وفتح القفل وشحن الهاتف والتحكم بمقاطع الموسيقى وغيرها الكثير. وجدناها ممتعة ومفيدة للغاية، وتساعد أكثر على الوصول وتعدد المهام. والجميل أن كل التطبيقات بإمكانها استخدام قدرات الجزيرة، حيث ستسمح أبل للمطورين بذلك. الكاميرا: نأتي للكاميرات، الكرت الذي تلعبه أبل دائما للتسويق لهواتفها الجديدة. قامت أبل هذه السنة بترقية العدسات بشكل كبير عن الجيل السابق، خاصة من حيث الحجم وقدرات امتصاص الضوء. العدسة الأساسية جاءت بدقة 48 ميجا بكسل لأول مرة في هاتف آيفون، وتتضمن أكبر حساس قدمته الشركة، ما أعطى نتائج صور ممتازة في وضعيات الإضاءة المنخفضة. العدسة أيضا تقوم بدمج 4 بكسلات في بكسل واحد لإنتاج صور عالية الحدة والتفاصيل. أضافت أبل أيضا نمط التقريب 2x يستخدم العدسة الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل لإنتاج صور مقربة بدقة 12 ميجا بكسل عبر اختصاص الصور مع الحفاظ على جودتها دون استعمال عدسة تيليفوتو. عدسة التليفوتو بدورها جاءت بدقة 12 ميجا بكسل وتسمح بالتقريب حتى 3 مرات بصريا و15 مرة رقميا. العدسة فائقة الاتساع الترا وايد جاءت بدقة 12 ميجا بكسل أيضا، وتعمل كمستشعر ماكرو، وصارت تلتقط الأشياء القريبة بحدة أكبر عن الجيل السابق. ميزة الوضع الليلي نايت مود متاحة لجميع العدسات مع تطور كبير وملحوظ بسبب زيادة حجم المستشعرات. هناك أيضا حساس لايدر المخصص لقياس العمق وتحسين التركيز التلقائي، والذي بدوره يعزز القراءة ثلاثية الأبعاد من أجل استخدامات الواقع المعزز. في الواقع كانت نتائج الصور ممتازة من حيث التشبع والدقة وحدة التفاصيل بسبب المستشعر الجديد. وعندما نتحدث عن مستشعر أكبر، هذا يعني امتصاصا أكبر للضوء وقدرة أفضل على معالجة الصور في وضعيات الإضاءة المنخفضة. هذا لمسناه بالفعل من خلال نتائج الصور الليلية التي كانت دقيقة التفاصيل بنسبة خفيفة من الضجيج، ولاحظنا أفضليتها الكبيرة عن صور آيفون 13 برو ماكس. من حيث تصوير الفيديو، يسمح الهاتف بتصوير مقاطع فيديو بالكاميرا الخلفية بدقة 4K بتردد 60 إطارا في الثانية على جميع العدسات، مع قدرات منع الاهتزاز من خلال المثبت البصري في العدسة العادية وعدسة التليفوتو. يمكن أيضا تصوير مقاطع عرض بطيئة بتردد 240 إطارا في الثانية بدقة Full HD. نجد أيضا ميزة التصوير بالبعد الديناميكي العالي HDR عبر تقنية Dolby Vision، وإمكانية تصوير فيديو بدقة 10 بت. وتم تطوير ميزة التصوير السينمائي Cinematic Mode لتصوير مقاطع الفيديو بتجربة شبيهة بتصوير الأفلام، حيث أصبحت تدعم تصوير مقاطع 4K بتردد 30 إطارا في الثانية. كما أضافت أبل ميزة Action Mode، والتي تمنح قدرة عالية لمنع الاهتزاز من خلال التثبيت البصري والإلكتروني أثناء تسجيل الفيديو بدقة 2.8K، ووجدنا الفيديوهات مثيرة وممتازة من حيث الثبات.
الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 12 ميجا بكسل وتحسنت أيضا عن الجيل السابق، وقدمت صور سيلفي ممتازة، وأصبحت تدعم التصوير بنمط 2x أيضا. بشكل عام تقدم الكاميرات تجربة رائعة، وأعطت صورا ومقاطع فيديو مميزة، وما زالت أبل تتربع على عرش تصوير الفيديو. الاتصال. يكتفي الهاتف بدعم شريحة فيزيائية واحدة مع شريحة أو شريحتين إلكترونيتين، ولكن نسخة مخصصة لبعض الأسواق تدعم شريحتين فيزيائيتين. كما قامت أبل بإلغاء الشرائح الفيزيائية في سوق الولايات المتحدة، ما يمهد للقيام بهذه الخطوة على نطاق أوسع في قادم السنوات. بالطبع الهاتف يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، كما يدعم شبكات الواي فاي 6، وكذلك بلوتوث إصدار 5.3 الأحدث، هناك دعم لميزة الاتصال بالحقل القريب نفسه. أضافت أبل ميزة الاتصال بالأقمار الاصطناعية من خلال خدمة Emergency SOS التي تسمح بالاتصال عبر الأقمار الاصطناعية عند حدوث الطوارئ، والأخرى Crash Detection التي تفعل وضعية الطوارئ مباشرة عند حوادث المرور. لكن يجب التنويه أن ميزات السلامة متاحة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا حتى الآن. البطارية والشحن. يتضمن هاتف آيفون 14 برو ماكس بطارية بسعة 4323 ملي أمبير، أقل بقليل من بطارية هاتف آيفون 13 برو ماكس. الهاتف يدعم الشحن السريع بقدرة أكثر من 20 واط لم تحددها الشركة حتى الآن، ويرجح أن تكون 27 واط مثل إصدار العام الماضي. يدعم الآيفون كذلك الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط عبر تقنية ماج سيف التي تستخدم مغناطيسا دائريا أسفل الزجاج الخلفي للهاتف. للأسف الهاتف لا يأتي مع شاحن داخل العلبة، ويجب شراؤه بشكل منفصل أو استخدام شاحن قديم. لكن على أرض الواقع أداء البطارية كان ممتازا، وأثبت تفوقه بالتجربة الواقعية، حيث دامت بطاريته ل9 ساعات و31 دقيقة من الاستخدام المتواصل والمتنوع. هذا يعني أن الهاتف يتفوق على معظم الأجهزة، لكن هذا الكلام يتغير عند تفعيل ميزة Always on Display، والتي وجدنا أنها تستهلك الطاقة بشكل كبير. التوفر والسعر. آيفون 14 برو ماكس يتوفر بألوان الأسود والفضي والذهبي والبنفسجي بسعر يبدأ من $1100، والحديث هنا عن نسخة 128 جيجا بايت من ذاكرة التخزين. الهاتف أصبح متوفرا بالأسواق العربية والعالمية مع نسخة برو كذلك. أعجبنا ولم يعجبنا. أعجبنا تصميم الهاتف أنيق ومصنعيته فخمة. أداء الهاتف ممتاز لكافة الاستخدامات. الشاشة تقدم تجربة مميزة من حيث تشبع الألوان وسرعة تحديث 120 هرتز. سطوع الشاشة ممتاز أثناء الاستخدام تحت أشعة الشمس. أداء عدسات الكاميرا مبهر في وضعية الإضاءة المنخفضة. ميزة أكشن مود تقوم بتقليل اهتزاز الكاميرا بشكل كبير. تجربة الجزيرة الديناميكية دايناميك آيلاند مفيدة وممتعة. لم يعجبنا. سرعة الشحن ما زالت متدنية مقارنة بالمنافسين. ميزة Always on Display تستهلك البطارية بشكل كبير. الزاوية الحادة للإطار تصعب مسك الهاتف. ما زالت أبل تستخدم مدخل اللايتنينج بدلا من USB-C. الشاحن لا يأتي مرفقا داخل علبة الهاتف. بروز عدسات الكاميرا كبير ويعرضها للخدوش. رأي رقمي. ربما لا يقدم آيفون 14 برو ماكس قفزة نوعية عن هاتف آيفون 13 برو ماكس الذي صدر العام الماضي، لكنه حتما أحد أفضل الهواتف الرائدة في السوق. فالهاتف يقدم تجربة أداء قوية مع كاميرات مثيرة وشاشة رائعة وبطارية ممتازة، بالإضافة إلى تجربة جديدة فريدة من نوعها من خلال دايناميك آيلاند. ما زال هناك بعض النواقص والأمور التي نتمنى أن تقوم أبل بتحسينها في الإصدار القادم، مثل إضافة مدخل USB-C وزيادة سرعة الشحن. لكن بلا شك يبقى آيفون 14 برو ماكس أحد وحوش السوق حاليا. كان هذا رأي رقمي حول هاتف آيفون 14 برو ماكس. الآن شاركونا رأيكم أنتم حول الهاتف في التعليقات. نراكم في حلقات أخرى من رأي رقمي على الرقم TV.